close till I get up. Time is barely on our side. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض اللفت المخلل بطريقة تحفة. هتخليه مقرمش لآخر لفتاية. تعالوا مع بعض نشوف المقادير والطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف بقى المقادير مع بعض. المكونات معايا سهلة جدا. طبعا معايا لفت، ده كيلو ونص لفت. تقطعيه التقطيعة اللي انت عايزاه. بتجيبي الحجم الصغير، ما تجيبيش الكبير عشان ما تبقاش اسفنجيه كده وتشرب منك ميه كتير. الحجم الصغير، وتجيبي اللي فيها ايه لون احمر كده، دي بتدي لون جميل جدا وبتبقى حلوه. طبعا بتغسليه كويس قوي، بقى فيها ساعات طينه كده فتل بتاع، بتقطعها كويس وتغسليها وتقطعها بالشكل ده. معايا لترين ميه، انا غلياهم الاول وسبتهم لما يبردوا. دول لترين ميه مغليين بس باردين. معايا بنجره صغيره خالص، انا ضرباها في الكبه بالشكل ده. ما بحبش اقطعها قطع صغيره واحطها معايا عشان بتدي لون، الالوان بتبقى جامده في حته وخفيفه في حته، فانا بضطر ان انا اضربها كده بتدي كلها لون واحد. معايا معلقه سكر، وهنا بقى سر القرمشه بتاعت اللفت اللي هتقعد معاكي فتره طويله مقرمشه وجميله. ومعايا ربع كوبايه خل، دي اختياري، لو انت عايزه تاكليه بسرعه مستعجله عليه بتحطيها، لو انت عايزاها فتره طويله ما بتحطهاش. معايا 8 معالق ملح كبار زي دول، 8 معالق ملح من دول. كل كوبايه ميه عليها معلقه ملح، او كل لتر ميه عليه 4 معالق ملح. كل لتر ميه عليه 4 معالق، يبقى اللترين عليه ايه؟ عليه 8. تمام. شطار يا سنه اولى. هنعمل ايه بقى؟ الطريقه بالشكل ده. هحط معلقه السكر، معلقه سكر طبعا صغيره، 8 معالق ملح، اخلطهم كده على البنجرايه اللي انا ضرباها في الخلاط بتاعي او في الكبه، وانزل بربع كوبايه الخل، وهقلب كده كل المكونات دي مع بعض. هاخد الميه بقى بتاعتي كده اللي انا سابقه غليانها، بس طبعا سايباها تبرد. هقلب كده وانزل في الميه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى لون الميه بقى جميل ازاي؟ تحفه تحفه. هتاكلوه بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. طبعا بقلب الملح كويس، وبعدين باخد بقى اللفت بتاعي واحط في البطرمان بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. والعروق الصغيره اللي بتبقى جنب، اللي يعني لازقه في اللفتايه بالظبط، دي بتبقى جميله جدا، انا بحبها بحطها معايا، يعني هي القطعه القريبه جدا من اللفتايه. بغسلها كويس جدا برضو بحطها، طعمها لذيذ قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. احط اللفت بتاعي كده. تمام. وتقطعي بقى التقطيعه اللي تعجبك. انا عامله حبه كده مكرنشين كده، وعامله حبه صوابع. انت ممكن تقطعي مكعبات، التقطيعه دي ترجع لك. بصي ممكن تعمليها انت الحجم ده، كل التقطيع ده يرجع لذوق حضرتك اللي انت عايزاه، بقى تقطعيه بالشكل اللي انت عايزاه كده اهو بالشكل ده. خلاص كده. وانزل بالميه بتاعتي. بسم الله بقى. اجيب حاجه كده انزل بيها الميه، انا ممكن انزل كده على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى الميه نازله شكلها لونها عامل ازاي في البطرمان؟ يا ريت الكاميرا تجيب لون الميه. تحفه تحفه. ده بقى يخلي اللفت كله درجه واحده، لون واحد، ما تلاقيش اللي جنب البنجرايه لونها غامق قوي، واللي شايفين لونه بسم الله ما شاء الله حاجه كده وهم. ونغطيه طبعا كويس جدا بغطا محكم بالشكل ده، وتاكلوه بألف هنا وشفا. 3-4 ايام بالظبط عشان انا حاطه له خل، وتاكلوه بألف هنا وشفا من ايدين طنط اموله. ويا ريت بقى تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.